لقيتي حاجة بقى؟ مش لاقيه الا محفظتك. أنا لقيت الموبايل. ايه طارق؟ لقيت حاجة؟ إيه ده؟ ايه ده؟ ايه الهيش اللي عندنا ده؟ دي حربية. استر يا رب. في ايه؟ خبر اسود يا خبر اسود. ايه اللي حصل؟ يا خبر اسود. بنتي يا ست، يا بنتي. ايه ده؟ بنتي يا ست، في ايه؟ انت طلعتي لي منين بس؟ يا ست يا ست. يا خبر اسود يا بنتي. اعمل ايه ده؟ يا ست يا ست يا ست، طلعتي لي منين بس؟ ما ترد انت كمان يا ستي. ايوه يا بهاء، انا عملت حادثه يا بهاء، عايزك تبعت لي عربيه اسعاف فورا. انا هعمل لك شير لوكيشن بس بسرعه يا بهاء والنبي. بنتي يا ست يا ست يا بنتي. يلا 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 بسرعه يا ابني، يلا يلا. بقول لك يلا 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 بسرعه. بالراحه بالراحه بالراحه. يلا 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 يلا. أنا هاجي وراكوا. ها؟ مين؟ وجرح بسيط في دماغها بسبب إنها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، أنا كنت مخضوض جدا والحمد لله الحمد لله. عرفتوا توصلوا لأهلها؟ ما كانش معاها حاجة خالص ولا حتى محفظة. على فكرة يا مراد، دي أم الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. أوه. أنا سجلها باسم إيه دلوقتي يا مراد؟ سجلها بأي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجلها داليا، داليا نور مؤقتا. حاضر.
تعالى معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. ده انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، وظروف فرح اختي. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزه تتمدي وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر، تحت امرك. ماشي. يا بهاء، أنا كويس. بعد ساعة. لا هجيلك بعد ساعة. طب قول لي الأول هي عاملة إيه؟ طيب أنا هروح بس البيت آخد شاور وأجيلك. ها؟ يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مراد. صباح الخير. أوريك حضرتك. تعالى معايا يا مصطفى. حاضر يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. ده انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، وظروف فرح اختي. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزه تتمدي وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر، تحت امرك. ماشي. يا بهاء، أنا كويس. بعد ساعة.
لا لا هجيلك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه؟ طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجيلك. ها باي باي. صباح الخير يا مستر مراد. صباح الخير. أوراق حضرتك. ايه الاخبار يا بقى؟ هتفوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد، هتبقى كويسه. هي شكلها بتفوق. هي مدروخه شويه بس. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه. ايه اللي حصل؟ انا يا ستي اسف، انا خبطتك بالعربيه وبعدين اغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني انت سليمه، في شويه كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع، دماغي. معلش عشان في كدمه جامده بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسالك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. اصبر. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقوله نسيتي اسمك؟ مش قادرة افتكر حاجة، مش فاكرة حاجة خالص، مش فاكرة. دماغي. ممكن تقومي معايا بالراحة؟ على مهلك، على مهلك. ها، تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع. صداع. معلش الدكتور قال يعني حاله مؤقته وشويه شويه هتفتكري كل حاجه. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوه اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع. يعني مثلا عندك ولد ولا بنت؟ هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيا ايه؟ حرام عليكم، انا عايزه امشي من هنا. لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي اوعى مشوني من هنا. بليز بليز خليكي ما امشي. الحركه خطر عليكي دلوقتي. مشوني. دماغي. بعمل ايه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش اي حاجه. ايه الدلع اللي انت فيه؟ وايه الخاتم ده بقى؟ حاولت اقلعهولك كتير وانت كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده حقيقي. يلا عشان ناكل بقى. لا ماليش نفس. عشان خاطري. ليه بس كده ما تسمعي مش طايقة الكلام؟ ريحة الأكل، هاكل بعدين. اقلعك بقى الخاتم ده. طب هجيب كريم وارجع تاني اقلع. وندهي لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ مش عايزه تاكل؟ لا مش هينفع كده، انت خلاص هتخرجي من عندنا، لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجها يا بهاء؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده، الجروح اللي عندها سطحيه
ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده. هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. بس دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي، ده اثر الوقعه على دماغها، ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ افرض جرالي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه، اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك. مش محتاجين حاجه؟ شكرا تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا، انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. اوه ماي جاد. وماتت؟ ماتت ايه؟ حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم يعني. المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافره لباسانت روم، هقعد 3 شهور هناك و I need money urgently. حاضر، بكره هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا ليلى؟ ما انا قلت لك حاضر، انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني، ما تديلها تعويض، تديلها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا. حد يسيب كندا ويجي مصر؟ يجي يا ليلى، يجي عشان يشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا التاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول له اصل انا مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ انا مقطوع من شجره مثلا؟ مكتوب عليا اعيش لوحدي كده ماليش اي حد؟ ليه يا مراد بتقول كده؟ هو انا بسيبك خالص؟ امال انا قاعده معاك بعمل ايه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. انا مسافره بكره طيارتي، هقعد 3 شهور. سيو. انت مش عايزه اي حاجه؟ لا، تيجي بالسلامه ان شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. اوكي. حاضر. يلا حبيبي. ثانك يو. باي باي. باي باي يا حبيبتي. اهو. بص. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها. فردوس، داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا خلي أستاذ بالك مراد. منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها؟ في عينيا ما تقلقش. اتفضلي. على مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. ساعة. كمان ساعة. لا، في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي، يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي، أنا مضطر أروح المكتب على الأقل ساعة، بس أوعدك مش هتأخر. يلا، نورتي، اتفضلي. مع السلامة. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. انتي نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في ايه؟ ايدي بتوجعني. سلام عليكي. استنوني بس. ايه البيت ده؟ ايه ده؟ حلو قوي البيت. ما شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. هو انت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس، وممكن تقولي كمان يا دوسة. دوسة؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش، انتي هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطة؟
البيت حلو جدا ومستر مراد ده راجل جنتي جدا، وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبلي. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طب يبقى خليكي معايا عشان ممكن ازهق، انا ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا هنقعد نرغي مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي هنا. البيت حلو جدا يعني انت كمان، بس كله دي الاوضه بتاعتك. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند له الاولويه عند كل واحد فينا. مختار، انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين نعودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. امر. اما انت بقى يا مروه، ايوه يا فندم. ده بالنسبه لك هيبقى اول مشروع كبير هتعمليه للشركه، فارجوكي عايز حاجات لطيفه مش تقليديه يعني، ورا الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب احنا كده اجتماعنا خلص، الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد. ماشي؟ شكرا، اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار، انا عايزك. ها؟ حاضر. استاذ مختار، الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الرأي وكده. في الرأي بس؟ مختار، ها؟ انا عايزك. حاضر. بعدين. طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه مال؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا، انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش طريقه مختار. حاضر. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار، يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد، هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا؟ يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا ايمان. ميرسي يا مستر مختار، عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. ايمان البعد دي على حسابي، انا عملت لك مكافاه. الف شكر يا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد؟ سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها؟ ما انا قلت لك الوزير ما بيشربش يا ابني. يا انا كنت جعان قوي. الله يكون في عون سيادتك، اكيد بتنسى تاكل. والله يا مختار انا ما فطرت. والله يا معالي الوزير انا مش عارف اشكرك ازاي على الموافقه بتاعت المستخلصات دي، جت في وقتها. اشكرك جدا فعلا. ترى يا راجل انت، ده احنا اخوات. طبعا احنا اخوات يا شفيق. احنا شغلنا مظبوط يا جماعه، بس هو بس معالي الوزير بيوفر عليا موضوع الوقت عشان ما يفهمونيش غلط يا باشا. وبعدين يعني هبقى عبيط لو ما استغلتش انه اعز اصدقائي وزير ولا ايه؟ عايز اقول لك انك قريب قوي مش هتحتاج تستغلنا يا مراد. تحب بقى تسمع الخبر المفيد يا مراد؟ خبر ايه؟ اسمك بيتردد بقوه في الدوائر السياسيه، وده مش بدعم مني لوحدي طبعا. يعني ممكن قريب قوي نبارك لك على الحقيبه الوزاريه. سامع معالي الوزير بيقول ايه؟ يعني انا لو بقيت وزير هتبقى مدير مكتبي. هو البس لك بدله بقى واقعد على مكتب من 9 ل 5؟ اكيد لا. لا هتعمل كده. لا. بعد اذنكم. يا فردوس. مساء الخير يا مستر مراد. انا بجد اسفه جدا اني بزعجك دلوقتي، بس انا عايزه ابلغك ان داليا هنا مش راضيه تاكل. دي غلبتني بس عشان تغير هدومها. هو انت مش اشتريتي لي هدوم؟ لا ما تقلقش خالص، انا نزلت وجبت لها هدوم، بس هي عايزه تنام من غير ما تاكل. انا بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. خلاص يا فردوس سيبيها تنام دلوقتي، انا لما هاجي هتصرف. انا في اجتماع مهم يا فردوس. خلاص مع السلامه. عن اذنكم دقيقه. انت رايح فين؟ دقيقه واحده وجاي. قول لي يا مراد، هو ليا فيلا في الكومباوند الجديد ولا لا؟
الكومباوند وصاحب الكومباوند تحت امرك يا معالي الوزير. احنا بحاول اعطوا خبر حلو زي ده وانا هرفض لك طلب. يا شفيق. ايوه يا احمد، جبت العربيه 5 minutes. اوكي. لو احمد اتاخر انا ممكن اوصلك. هو حضرتك بتشتغل سواق بعد الظهر؟ لو واحده زي القمر انا بشتغل اي حاجه. مختار ناصر. وانا مالي؟ لا وانا مالي ايه؟ انا سايب ترابيزه عليها وزير علشان اجي اتعرف عليكي. شفيق الجمل، شفتك قاعد معاه. لسه مالي بايدي. شهيرة القاضي. رايحه فين؟ مش هتقدري تمشي دلوقتي. ليه بقى؟ اولا احمد لسه ما جاش. ثانيا شكلك بنت محترمه وبتفهم في الاصول، ما يصحش واحد ما بيتكلم معاكي ما بيعملش حاجه غلط تسيبيه وتمشي. احمد متصل. يا احمد وصلت، خارجه حالا. استني بس. انا لو عايز اشوفك تاني او العكس هنعمل ايه؟ لا ما اظنش هينفع. تليفونك؟ وهمشي. انا مش فاهم اي حاجه من سايكايترست ده يا بهاء. يعني ايه مش فاهم؟ هتفتكر امتى؟ الدكتور يقصد ان المرجعيه الطبيه للحالات اللي زي دي قليله جدا، وبالتالي مفيش اي معايير محدده نقدر نتوقع بيها تطور الحاله. يعني ايه؟ انا هفضل كده مش فاكره حاجه عن نفسي؟ انتوا لازم تلاقوا لي حل، ما هو اكيد في علاج. قول له يخليني افتكر تاني، ما انا مش عارفه اعيش حياتي كده.
عايزه افتكر حاجه يا دكتور. ها ايه الاخبار النهارده؟ انا كلمت دكتور بهاء وقال لي ان ايدك خلاص بقت زي الفل وممكن كمان نوقف المرهم. طب ايه رايك اعمل لك بقى سندوتش؟ انت بقالك يومين ما اكلتيش. سندوتش واحد بس. ماليش نفس. طب بلاش سندوتش، نشرب عصير. معلش انا لما احس ان عايزه اشرب ماليش نفس دلوقتي. طب قولي لي طيب انت ايه اللي مزعلك؟ انا زعلانه. انا خايفه. خايفه من ايه؟ معرفش والله ما اعرف. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لي وايه اللي ممكن يحصل لي. حاسه اني تايهه. طب احكي لي، فضفضي لي، احتمال ترتاحي. معرفش. انا في حاجه غاليه ضاعت مني وقلبي بيوجعني عليها. ايه هي الحاجه دي؟ احكي لي عليها. مش عارفه والله ما اعرف. طب بصي بقى، مراد بيه اللي انت قاعده عنده في البيت ده راجل طيب جدا 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 وغني قوي كمان، وهو يعرف ناس مهمين قوي في البلد واصحابه كتير جدا ومهمين. يعني انت لو عندك اي مشكله مهما كانت كبيره قوليها له وهو هيحلها لك بمكالمه تليفون واحده. ما اعتقدش الحاله اللي انا فيها حد يقدر يحلها. انا زي اللي كان طاير في السماء وفجاه وقع على الارض. مش عارف وقع ليه ولا عارف يطير تاني. انت كده حيرتيني معاكي، انا مش فاهمه منك حاجه. طب بصي بقى، انا لازم اقوم دلوقتي. انت لو عوزتي اي حاجه ناديلي بس. الف سلام عليكي. الله، انت هنا اهو. بتعمل ايه في ورقه يا ولد؟ صباح الخير يا مستر مراد. داليا ده سعد السكرتير بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مستر داليا، منوره يا فندم. شكرا. مختار فين امال؟ والله يا فندم لسه ما وصلش. طيب هاتوا لي انا قهوه وهاتوا لداليا عصير برتقال. اوكي حاضر. لا انا عايزه شاي بلبن. شاي بلبن؟ حاضر. ايوه. انت فين يا مختار؟ انت لسه نايم؟ لسه نايم. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر يا حلو. خلصت الماركتنج بلان؟ خلصتها.
سبتها لك مع سعد امبارح. يعني انت مش جاي الشركه ولا ايه؟ هاجي الشركه ليه بقى؟ عندنا شغل يا بني ادم. عارفه انك بتبقي زي القمر اول ما بتصحي؟ بتكلم مين؟ مين شكله زي القمر؟ لا مش انت. رايحه فين؟ هعمل نسكافيه. نسكافيه؟ هات النسكافيه وتعالى يا حلو. وما تنساش ميعاد الساعه 9 ميعاد الحفله. لا مش فاكر انهي حفله. حفله سياده الوزير يا بني ادم. ماشي. لا سلام. مختار ده ابني التالت اللي انا ما خلفتوش. تالت؟ هو انت عندك ولاد؟ انا عندي ولدين فعلا. ده سامح متجوز وعايش في كندا ومخلف بنت. بسم الله ما شاء الله. وده هاني متجوز وفي المانيا وعنده ولدين. ما شاء الله عيله حلوه. يعني انت جده على كده؟ وما بشوفهمش بقالي 3 سنين تخيلي. ليه بس؟ زي ما انت شايفه انا مشغول طول الوقت وهم كل واحد ملهي في حياته. معلش. تعالى يا سعد. ده الملف الخاص بخطه التسويق. سابوا لك امبارح مستر مختار قبل ما يمشي. طيب انا برضو كنت طلبت الملف بتاع تراخيص ارض العين السخنه، جهزته ولا نسيته؟ انا اسف يا فندم، اصل بصراحه بعد ما ايمان ما مشيت وسابت الشغل يا فندم بقيت مش ملاحق يا فندم. بقى لها شهر وانا خلاص يا سعد، خلاص روح خلص الملف. خلاص عن اذنك. طب ما انا استلم هنا وابقى السكرتيره واساعد سعد. وانت هتقدري؟ اقدر. ما اقدرش ليه؟ اقدر. بس انا مش عارف حتى انت خريجه ايه، اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ انا كمان يعني مش فاكره حاجه ولا اعرف انا اصلا اعرف ايه بالظبط، بس اجرب ويمكن يعني. طب بصي انا موافق بجد. بكره هتيجي معايا حفله وهيبقى ده اول ظهور رسمي ليكي كسكرتيره خاصه ليا، ايه رايك؟ حفله؟ بس انا ما عنديش يعني لبس يليق على حفله وكده. انا ما عنديش غير الكام حاجه اللي انت يعني مشكور جبتهم لي. بسيطه جدا. احنا هنشرب قهوه وهننزل نجيب احلى لبس يليق بالشغل الجديد، ايه رايك؟ ماشي موافقه. متشكره قوي. تمام.
Thank you, Yasmin, for all the efforts you've been doing throughout the period. Please don't mention it. It's been my great pleasure working with you. Anyway, tell me, so how long have you been speaking the language? How long? Actually, as you know, I still can't remember anything about my past. I understand. But it seems I've been speaking this long time ago. All right. طبعا الفضل يرجع لك. يا سلام، ايه التطور الرهيب ده؟ ياسمين ازيك؟ Hi, how are you? I'm fine. How's your student? Oh, she's brilliant. بجد هايلة. Great. I'm proud of her. Yes, we all are. طبعا ما كنتش هعرف الكلام ده من غير ياسمين. أبداً. على فكرة أنا بقالي سنين ما شفتش حد عنده قدرة الاستيعاب اللي عندك. ميرسي. Anyway, we're done for today. Thank you, Dalia. So we'll chit-chat later on and I'll excuse myself. All right. Thank you, Yasmin. Thank you, Yasmin. Thank you. Bye. عجبتك؟ عجبتيني؟ جدا. ميرسي. على فكرة أنا مسافر باريس بعد كام يوم كده. أجي معاك. بصي، والله أنا فكرت آخدك معايا، بس فجأة افتكرت أنتي لا عندك لا باسبور ولا حتى بطاقة. ازاي نسيت المصيبة اللي أنا فيها؟ أنا ما كانش قصدي أزعلك. لا أنا ما زعلتش. أنا بس افتكرت. افتكرت إيه؟ افتكرت إني تايهة بين دنيتين. اللي فاتوا مش فاكراه ومش عارفة أوصل له. واللي أنا فيه دلوقتي وبرضه مش عارفة أعيشه. لا. أنتِ مش لازم تفكري بالطريقة دي خالص. أنا مراد الجرحي. أقدر أعمل حاجات كتيرة جدا. يلا قومي جهزي عشان نروح للشركة. يلا. آخر دفعة للمقاول لهام الوجهات ب 20 مليون جنيه. ده بقى يا فندم شيك الدفعة مقدمة لشركة سيارة ب 10 مليون جنيه. اتفضل. خلي الأستاذ عبد الحميد يكلم البنك ويسأل على الشيك اللي اتعمل بالمقصة دوت وقف. أوكي. وخليه يرد عليا النهارده. حاضر يا فندم. تؤمن بحاجة تانية؟ اتفضل. معلش. طلعت ازيك؟ انا كويس. بص انا عايز منك دولارات. 2 مليون على الاقل. لا، ما الحساب الدولاري فاضي. انت هتصرف بقى يا طلعت. يا سيدي خد الكوميشن اللي انت عايزها، المهم الفلوس دي تكون عندي على الاسبوع اللي جاي بكتير. ميرسي يا طلعت، شكرا، تحياتي. مالك؟ ولا حاجة، مركزة معاك. عندك فلوس كتير ما شاء الله. بقالي ساعة بسمع 10 مليون و20. هو انت معاك كام؟ طب انت متخيلة ممكن يبقى معايا قد ايه فلوس يعني؟ انا ما اعرفش. 100 مليون مثلا؟ لا، اكتر من كده شوية، شويتين 3 كمان. طيب أنا عايزة أسألك سؤال. هي الفلوس دي مخلياك مبسوط؟ ده سؤال صعب جدا يا تاريخ. بصي، أنا اتولدت غني. الشركة دي ورثتها عن أبويا، كبرتها. بس أنا عمري ما حسيت إن أنا كنت محتاج الفلوس يعني. بس برضو ما جاوبتش على السؤال. مخلياك انت يعني كشخص من جواك مبسوط؟ معرفش. انا كل اللي انا اعرفه اني مش اي حاجه شخصيه كده بعملها لنفسي مخلياني سعيد. يعني انت مثلا لو معاكي فلوس ممكن تبقي سعيده؟ انا كمان معرفش، لاني اصلا مش فاكره اذا كنت غنيه ولا فقيره. برضه مش عارفه اجاوب على السؤال ده. طب تعالي نجرب حاجه. اطلبي مني اي حاجه، اي حاجه مهما كان ثمنها وانا هنفذها لك، وتعالي نشوف هتبقي سعيده ولا لا. نفسي في ايه؟ نفسي اعيش عيشه ابقى مطمنه ان لو في يوم من الايام صحيت من اللي انا فيه ما تروحش مني.
يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده ايه القبعة دي كلها؟ البدلة دي تسوى لها ايه؟ باكو؟ لو انت السادة باكوين. هتتعاكس يا سيدي المعلمين. استلميني بقى. مش انت اللي قلت نستخبى في النظافة؟ وانا بصراحة عجبتني النظافة. شايفة الجزمة دي؟ 600 جنيه. كنت قاعد مع واحدة من اللي بتعامل معاهم، واحدة نظيفة. قالت لي الراجل بيتحكم عليه من جزمته. تخيل يا فتون 600 جنيه. 600 جنيه الجزمة؟ يا معلم يا ابو الجزم يا جامد. جبت البطاقة؟ بطاقة. حلاوة البطاقة وجمال البطاقة. بصي وريني يا اخويا، دي صورتك. عادل فكري شحاتة. اللهم صل على النبي. ودي سليمة بقى ولا مضروب؟ لا سليمة بس ملهاش ملاف. يعني ايه؟ يعني مفيش حد عنده شهادة ميلاد اسمه عادل فكري شحاتة، ملهاش أصل. طب خد. وبالقبهة دي كلها رايحة عند مين؟ عند إيهاب؟ طبعا عشان اللي جاي بقى. طب بقول لك ايه يا اخويا؟ استنى البس هدومي واجي معاك، عايزه اشم هوا. تيجي معايا فين؟ هو ده احنا قناطر؟ قناطر ايه؟ طب انا هخرج. هتخرج تروحي فين؟ اتسنكح اروح في اي حته. هو اي ساعه وخلاص؟ انت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز تصيع 24 ساعه. بقول لك ايه؟ جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحه يا مفضوحه. خد هنا. الله. هاي. ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك. يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصه سعيده. انا اسعد يا اخويا. فتون. وانا نايم. اهلا وسهلا. اهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا انا والدي. طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامه يا اخويا. اتفضلي. سلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. صاحي؟ انا ما نمتش اصلا، انا يا دوب ريحت نص ساعه كده وخدت شاور عشان اعرف انزل. ايه الروايح الحلوه دي؟ اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اطلبي. ينفع ما تخرجش النهارده وتقعد معايا؟ بس ارتبطت مع ناس صحابي. ماشي اوكي خلاص. انا بس كنت عايزه يعني نقعد نتكلم شويه. نتكلم في ايه؟ نتكلم في اي حاجه، بس يعني نقعد نتكلم، ما تخرجش يعني. طيب انا اوعدك مش هتاخر. اوكي ماشي. انجوي. بتناوليني الجاكيت من فضلك؟ خلاص بقى انا مش هنام بقى وهستناك. طبعا. ماشي. alright. باي. داليا؟ انت مشيتي ليه؟ انا عايز اقول لك اللي انت عملتيه ده عجبني قوي.
جدا. ايه اللي انا عملته؟ اهتمامك بيا ده، حضنك اللذيذ. بس انا ما كانش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنع يعني؟ يعني انت حد مهم قوي، وانا واحده دخلت حياتك صدفه. اصلا انا مش فاكره اي اب ليا، ولا فاكره اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شويه وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دلال، انا خلاص اتعودت شويه جنبي يعني. اكيد انا دلوقتي صعبانه عليك، وبعد شويه لا ده كان في الاول، انما دلوقتي انا مش هسيبك الليله دي. بصي انا عايزك تروحي تغيري هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج؟ هنخرج. طب والناس اللي كلموكوا مستنيين اجدر؟ طز في الناس. بجد نفسي مرات. خلاص انا هغير وارجع بسرعه. طيب. Let me help you first. Okay. 10 سنين من غير جواز لوحدك. مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. ما هو اصلا انا طلقتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا يعني. بعد كده قلت اخد هدنه مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا، وانا اتعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانية اتعذب وبتاع، طنشت يعني. هي بقى اتجوزت. ساعات بنتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى؟ نغير. تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم؟ انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. ايه ده؟ ده مراد هنا. هو ده ممكن نسلم سندوتش. ايه الصدفه الجميله دي؟ اهلا. هاي مختار. يلا اتفضلوا. جانس اتفضل. خاطر. ما قلتليش يعني ان مختار جاي. انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلت لي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ ما انا لغيت الميعاد بتاع نعمان بيه. قلت اخرج انا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. انت ما عندكش مانع طبعا؟ لا ما عنديش طبعا. على فكره يا مختار انا كلمتك مرتين النهارده عشان البنك اخد التور يونتس، وطبعا انت ما ردتش. لا ما هو ده الطبيعي بتاعه. البيه ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش، انا كنت عامل التليفون على سايلنت فما سمعتوش. بس امبارح وانا بايت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت فما اخدناش بالنا غير لما صحينا من النوم. مالهم التو يونتس؟ اداره البنك عايزه تغير بند من بنود العقد. اوكي. اكلمهم بكره واشوف عايزين ايه. لا خلاص بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل. انا على فكره يا داليا انا برسم لك لوحه. ترسم لي انا؟ بجد؟ بقول لك ايه، انت فنان على راسي وعيني، بس انا بحذرك خليك بعيد عن داليا. لا وانا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكرة مختار رسام فظيع، لسه عاملي لوحة وانا نيود كانت تحفة. نيود؟ من خيالي. تشيرز. تشيرز. تعالى يا روي. تعالى هنا. فعلا في ستات زينا وده كتير، بس هي دمها خفيف. دي ما بتتكسفش خالص، دمها تقيل وقلة الادب قوي. سوري يا فندم حضرتك تسكرتي كده؟ لحظه. بصي انا مختار ده شفت معاه ستات اشكال والوان كذا مره امبارح تلمح ان هما كانوا مع بعض في حاجه عيب وهو اتكسف. لا مختار اتكسف
انت ما تعرفيهوش، هو بس عشان انت كنت قاعده فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مش عارف. مراد في يا مراد؟ انا مش مراد اتنفس. الحقوني مراد. والله يا ليلى ما نمنا من امبارح، انا وداليا قاعدين جنبه. It's unbelievable. مش قادرة أصدق واحد في سنك يعرض نفسه ويجيله ذبحة. انت بتقولي ايه يا ليلى؟ انا لا عرضت نفسي لاي حاجه، انا فجاه تعبت وخلاص يعني. ويا ترى تعبت ليه؟ ايه اللي جد جديد؟ بقى تجيب واحدة تقعد معاك في البيت؟ يا مراهق. بتخطرفي بتقولي ايه؟ يا ليلى ما فيش لزوم للكلام ده دلوقتي خالص. انت ازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ مراد انت كده هتتعب تاني، اهدى. ما تنفعلش يا مراد ارجوك. أنا عايزة أعرف مين دي؟ وإيه اللي خلاها تقعد عنده في البيت؟ دي كانت هتموته. لو سمحت بلاش تخليه يتكلم في حاجه تضايقه دلوقتي. إيه ده؟ بتكلمني دي؟ أنت مين أنت عشان تكلميني بالمنظر ده؟ أنت إزاي تدخلي بيني وبين أخويا؟ أنت تخلصي خالص، فاهمة؟ ايوه طلعها بره يا مختار. أنت بتطردني عشان واحدة زي دي؟ والله ما هسكت، هبلغ ولادك، مش هسيبك تبهدلني وتبهدل نفسك، سامع؟ ايه يا ليلى ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عشان خاطري اهدى يا مراد. انت فاهمه الموضوع غلط خالص. الحكايه ان مراد خبط داليا بالعربيه. الحكايه ان البه اللي جوه له علاقه بالسفله دي، ولان سنه ما يستحملش القرف ده وعملت له طب. ليلى ممكن تسمعيني؟ انا مش هسمعك، انا مش عايزه اسمع القرف ده كله، انا هعمل اللي عليا وهروح ابلغ العيال، ومش عايزه اشوف وشه لغايه ما نخلص من الزباله دي. يا ليلى مش ممكن، اختك دي فظيعه.
بحاول اشرح لها انك خبطت البنت دي، مفيش، بكلم كشك. اختي مزعجه يا مختار، انا عارفها، مزعجه وشريره. انا اسف قوي يا داليا، اسف. وانت ذنبك ايه يا مراد؟ مش عارف ايه اللي خلاها تفكر في حاجه زي دي وبسرعه قوي كده. هي متسرعه وغبيه. اسمع يا مختار، انا مش عايز لا ليلى ولا اي حد يعرف حاجه عني، مفهوم؟ لو سالتك على موضوع داليا اوعى تديها اي معلومه كويسه. انا عايزاها تقعد تحرق في نفسها وتموت بغصها كده. انت شكلك ابتديت تتعب. انا هندهلك يا دكتور. لا خلاص، انا بقيت كويس يا مختار، كويس. انا اسف كمان مره يا داليا، اسف. وانت ذنبك ايه يا مراد بس؟ طب انت محتاج مني حاجه؟ انا لازم اروح واعمل كام مشوار كده وهرجع لك تاني. ممكن يا مختار بليز تكلم فردوس تبعت لي هدوم، انا ما غيرتش من امبارح. حاضر. ميرسي. عن اذنك. مع السلامه. انا مش مهمه خالص دلوقتي، المهم انت تقوم لي بالسلامه وتخف لي وبسرعه. انا عايز انام. هطفي لك نور الاوضه. معلش انا اسفه، انا ما صدقت انه نام، بقى له نص ساعه بس مغمض عيني. اتفضلي. انت كويس انه نام على فكره عشانه. طب طمنينا عليه، هو عامل ايه؟ هو احسن الحمد لله. الدكتور بهاء قال ايه؟ قال ان حالته مستقره وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الاول. الحمد لله. بس هو اداله شويه علاجات هيمشي عليها يوميا ومنعه عن التدخين. في حد زاره؟ قصدك اخته ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش. انا كنت مرعوبه لا تيجي وانا لوحدي، ما كنتش عارفه اتصرف اكيد. انا افتكرت حاجه ضحكتني. والله؟ ايه مالها دي؟ انا عندي صداع، انا لازم اشرب قهوه. هنزل الكافيتيريا عشان اجيب قهوه. تحت في اول دور. ماشي اوكي. مش من هنا يا ماما، من هنا. من هنا يا حبيبتي. يا مين دي؟ دي مروه زميلتنا في الشغل، محترمه جدا بس جدا. شربت كاس وواضح ان دماغها خفيفه. حرام يا عيني. ما تقلقيش، ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها مراد، اطمني. انا طبعا ما كنتش حابه ان ده يحصل، بس اللي قالته ليلى ده يا مختار مش مظبوط. انا متاكد. انا عارفه ان وجودي عند مراد في البيت ملوش اي معنى، بس هو راجل محترم واحتواني. اي حد مكانه كان ممكن يسيبني. ما اعتقدش يا داليا لو حد عارف انك محتاجه مساعدته هيبقى سهل عليه انه يسيبك. انا بقالي فتره مش قصيره عند مراد في البيت، بصراحه عمري ما شفت منه اي حاجه تخوفني خالص. داليا انت جميله، جميله قوي، مش الشكل بس. حتى انت يا مختار؟ بما ان كلام ليلى مش مظبوط وانا عارف ان هو مش مظبوط، انا لازم اسالك سؤال. لا مش هتسال، عشان انا تقريبا عارفه انت عايز تقول ايه. انت بتحبي مراد؟ طبعا طبعا لازم احبه. تصور واحده في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عمله عشانها، تفتكر احس له بايه؟ ممكن تقول لي؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مختار؟ ايه هيخرج امتى بقى؟ بكره بعده بالكتير. اطمن، هو بقى كويس قوي. يرتاح بس اسبوع 10 ايام ويرجع لحياته الطبيعيه. هخش اشوفه. بس يا دكتور سعيد. طب نشوفه. يا بطل، عامل لي مشاكل انت؟ ليه بس يا بهاء؟ الله، احنا مش في سن بعض.
لما الناس تلاقي قلبك ضعف وعجزت، انا هيتقال عليا ايه؟ عجزت زيك؟ انت هنا من امتى يا مختار؟ بقالي شويه بس جيت لقيتك نايم فما رضيتش ازعجك. قعدت مع داليا شويه بره. داليا تعبت معايا قوي يا مختار. اكيد. اوعى تقول كده يا مراد، ده انا لو قعدت جنبك 100 سنه برضه مش هعرف ارد لك الجميل. انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود، وزي ما قلت لك مفيش سجاير ولا دهون. الحمد لله على سلامتك يا مراد. ميرسي عن اذنك. ميرسي يا دكتور. انت بقى تسيبك من الشغل والدوشه دي وتروح تاخد اجازه كده على البحر، تشوف فيو حلو وتدلع نفسك. فكرة كويسة جدا. تيجي نسافر باريس؟ باريس؟ طبعا انا اتمنى، بس انا ما عنديش باسبور. مش انت برضه تعرف تحل الحكاية دي يا مختار؟ كل حاجه وليها حل اكيد. طيب عايزين نطلع باسبور لداليا، عايزة تسافر معايا. اعتبره حصل. قولوني شوية. يا داليا البيت وحشني جدا. الحمد لله على السلامة. حاسس كأني بقالي سنة ما جيتش. الفردوس فرحانة. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد، الحمد لله على السلامه. الله يخليك يا فردوس. انا عارف ان انت مبسوطه بس بلاش حكايه الزغاليد دي لو سمحتي. غصب عني بقى من فرحتي والله. فردوس الاكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاثنين. شوفي مختار بيشرب ايه؟ لا انا تعبان، هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت منك غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي. مع السلامة. سلام. انا عايز اشرب قهوه يا فردوس. حالا القهوه تجيلك. لا قهوة ايه؟ 2 اورنج بليز. قهوة ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوة. ليه كده؟ ما هو قال قهوه واحده في اليوم كويس. لا قال واحدة في الشهر، قهوة واحدة في الشهر. الشهر ده كتير يا داليا. ماشي 25 يوم. اورنج بليز حبيبتي. احلى اورنج يجيلك حالا. لو خليه اسبريسو. اسبريسو؟ ماشي ماما قهوة لا. عارفه لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عينيا الاقيكي جنبي كده كان جاي لي احساس ان انت خايفه عليا، خايفه لاموت. مش كده يا مراد بعد الشر عليك. تعرفي اكتر حاجه كانت شغلاني ايه؟ انا كنت خايف لا بعد ما اموت يعني تتبهدلي. مش غلاسة بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني استاهل القهوه. هتشرب العصير على بال ما اخد الشاور. يلا باي. عليه تجيب لي ميه. ها؟ ماشي. اول ما رجع. معلش يا ست الكل، اخر حاجه بقى. هات ايدك يا اذنك. ايوه تمام. ايوه كده. ايوه. معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع، وعشان كده هتيجي تاخدي الفيش بكره. وماله؟ بسيطه. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده اتكلك علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله مقضي. شكرا يا سيدي. تحت امر حضرتك. يلا. مع الف سلامه. مع السلامه. معلش يا مختار ممكن تساعدني اطلع البرفان امسح ايدي؟ الشنطة. انا كنت عايزه اساله انت هيبقى عندك باسبور؟ الاول نتيجه الفيش تطلع، طلع لك شهاده ميلاد جديده، وبعد كده بطاقه، وبعدها الباسبور. تهيألي مش اقل من 20 يوم كده، وبعدها تبقى اتولدتي من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. تمام. اهلا. هلو، ميعاد الدواء. ميرسي. بالهنا والشفا. متشكر يا داليا. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجه. انا اصلا مش عايز حتى انزل بالسرير. طفيت الموبايل، مش عايز اسمع اي دوشه خالص.
ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينة شوية. جنينة ايه؟ انا بقالي ساعة بتحايل على نفسي اقوم اخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينة. شاور؟ طب قوم. يلا ايه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك هحميك. تحميني؟ لا 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 ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعالى يلا حضر لك. لا 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 خليك انت خليك انت. انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعة. خليك كده. ماشي. ودي قاعدة. هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف، لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي، انا اصلا جاي عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا. اهلا يا فردوس. هاني بيه الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامل له مفاجأة. هو مراد فين؟ في اوضته حضرتك. طب انا هدخل. بتعملي ايه؟ ايه ده؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ يا سلام. كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هتعملي ايه انت بس؟ انت مجرمة. مجرمة ليه؟ عشان اسمع. هاني ازيك يا حبيبي؟ معقولة؟ انت جيت ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقول كده؟ اوعى تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ طب انا عن اذنكم. نايس ميتنج يو هاني. نايس ميتنج يو تو. سوداني يا حبيبي انكم اوس. سوداني؟ ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي. طبعا مش هترد يا مختار، عارفك.
انت نمتي ولا ايه؟ لا لا لا، انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش، انا كويس. ايه؟ لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك، بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام يعني. ازيك عامله ايه؟ حاسه اني قلقانه وخايفه. قلقانه وخايفه؟ ليه، حصل حاجه ضايقتك؟ اهتمامك بيا ووجودي هنا جنبك مخليني مرعوبه انه يجي يوم وامشي. وتمشي ليه بس؟ ايه اللي هيخليك تمشي؟ بعدين انا مش فاهم، ده مش وقت نتكلم في موضوع زي كده خالص. داليا انا عايش معاكي احلى ايام عمري. لكن انا ما لكنش اصلا من ساعه ما اتشقت الارض وطلعتي لي وخبطتك بالعربيه وانتي بقيتي اهم حاجه في حياتي، مش بايدي. انا مش فاكره موضوع العربيه ده، بس بليز يا مراد انا مش عايزه امشي من هنا. انا مش هسيبك ابدا. ما تسيبنيش. تعالي. انا مش هسيبك، يعني مش هسيبك. في ايه مالك؟ شفت كابوس ما فهمتوش. كابوس؟ طب اقعدي احكي لي. حلمت انك مش عايزني معاك هنا في البيت وعايزني امشي. كوبيس ايه يا شيخه؟ الاحلام دايما بتتفسر بالعكس. ويلا قومي من فضلك اجازي عشان احنا متاخرين على الشركه وعندنا مواعيد كتيره جدا. يلا. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 9 اهو. انا متاخر شويه يعني. معلش يا مراد انا حاسه ان انا مش عايزه اروح الشركه النهارده. طيب خليكي. هستناك هنا. محضر الفطار. هو ده خدت الدواء؟ لا انا مش عايز اخد دواء بعد كده. مش حاجه اسمها بصي داليا انا قلبي زي الحديد الحمد لله، انا مش عايز دواء. ماشي ماشي بس تاخد الدواء. اهو حضرته هنا وحضر الفطار، تفطر وبعدين تاخد دواك. صباح الخير. مختار ها انت فين؟ انا كلمتك ولا 100 مره ما بتردش عليا. بعدين. خير يا استاذ مختار. صباح الخير. لسه مراد سأل عليك مرتين. ده اللي جواه لسه ما جاتش. انت فين يا مختار؟ بكلمك ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا، كنت
بشوف حاجه كده مهمه جدا لازم احكي لك عليها. لا لا حاجه مهمه ولا حاجه، اقعد. انا اللي عندي حاجه مهمه وعايز احكي لك عليها. مختار، انت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب في حاجه حصلت امبارح ولازم اقول لك عليها. اتفضل. انا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. امبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مراد. ليه مختار ركز معايا. مع بعض يعني معايا. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كانت متجوزها، بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني. افرض ذاكرتها رجعت لها مش هترجع لها يا مختار، مش هترجع لها صدقني. صدقك ازاي يعني؟ لو كانت هترجع لها كان حصل ده من زمان وكانت افتكرت. يا مراد داليا دي واحده كان عندها حياه كامله قبلك ما نعرفش عنها. ما يهمنيش مختار، مش مهم بالنسبه لي. انا بحبها جامد وما عنديش استعداد انها تبعد عني خالص. انا اول مره بحس بكده يا مختار، انا راجل عجوز برضه. انا مش عارف كنت هتقدر تفهم ده. يعني تخيل نفسك تصحى تلاقي واحده عايشه عشانك، عشاني يا مختار، بتاكلني وتشربني وبتحميني وبتديني الدواء. طب انت فاكر يا مختار لما كنا في المستشفى، فاكر انها قعدت اسبوع بحاله ما بتنامش، والست مش منتظره اي حاجه. يا مراد الست دي ليها ماضي. نسيته يا مختار، نسيته صدقني. اصدقك ازاي؟ صدقني انا دلوقتي كل حياتها. انا مش شايف اي حاجه تجمع ما بينك وما بينها يعني. يا مراد قاعد مش هينفع تتجوز داليا. خلاص نفضل زي ما احنا. والناس؟ ناس مين؟ ليلى اختك، ولادك، الناس هنا في الشركه. لا يا مختار، الناس دي ولا فيهم واحد اهم مني. انا اهم حد هنا يا مختار. وبعدين الناس دي عايزين مني ايه يعني؟ مستكترين عليا ان انا مبسوط مثلا؟ طب بص، انا القرار خدته خلاص. داليا دي هتبقى بتاعتي ومش هسمح لاي حد ولا اي حاجه تاخدها مني. طب بذمتك انت مش حاسس ان انا مبسوط؟ انا اتغيرت؟ طب بلاش، انت كنت جاي عايز ايه؟ لا مش مهم بقى دلوقتي. مش مهم ليه؟ ما تقول انت اتجوزت ليه يعني؟ يعني موضوع ما يجيش حاجه جنب اللي انت حكيته. داليا، ايه اللي مقعدك هنا؟ تعالي اقعدي معايا. يلا تعالي نقعد. خير؟ كنت عاوزاكي في حاجه. قوليلي. عايزه اشتري هديه لمستر مراد، وطبعا انت بما انك عايشه هنا معاه فاكيد تعرفي هو بحب ايه وما بحبش ايه وكده. بس هو عامل لي معامله حلوه قوي وجاب لي حاجات كتير، يعني فكرت اجيب له حاجه كده تفرحه. انت عايزه تجيبي له هديه؟ بس ده سؤال صعب قوي. صعب ازاي؟ انت بقالك هنا كتير، يعني اكيد تعرفي هو بحب ايه. بصي، مستر مراد ده اطيب راجل ممكن اقابله في حياتي. كريم جدا. هو وعيلته اغنياء قوي من زمان. الفلوس دي عندهم كتير جدا، مش مخليهم محتاجين اي حاجه. هو عمره ما بخل عليا. بس اقولك، انا هعرفك ايه اكتر حاجه ممكن تساعده. ايه هي؟ الاهتمام، ان حد يهتم بيه. كتير بيشتكي لي ان ولاده ما بيسالوش عليه وبيغيب عنه لفترات طويله. عشان كده اكتر اتنين بيحبوهم انا ومستر مختار. انت عارفه لو اهتميتي بيه هيحبك جدا، وكمان هتعوضي له النقص اللي هو حاسس بيه. من الواضح ان هو محتاج اهتمام، عشان هو بيهتم بالناس كلها. اقول لك على حاجه، انت من ساعه ما جيتي هنا مستر مراد ده اتغير تماما. فعلى طول يقوم مبسوط وبيهزر، ده بيهزر معايا انا شخصيا. انت غيرتيه خالص. انا اديني جيت يا شفيق. ايه الخبر بقى عشان انت خضتني؟ عشان كده ما كانش ينفع اقول لك الكلام ده في التليفون يا مراد. اسمع، انت مرشح دلوقتي لوزاره الاسكان، والموضوع ده خلاص تقريبا اكيد.
انت وصلنا النهارده الصبح. انا طبعا كنت عارف الكلام ده من بدري، بس كنت مستني تقول اخطر. انما المشكله بقى شركه المقاولات بتاعتك دي ممكن تعطل الدنيا برمتها. ما انت عارف برضه يا مراد، مش معقول هتبقى وزير وفي نفس الوقت عندك اكبر شركه مقاولات في البلد. خلاص اكتبها باسم حد من ولادي. عموما انا جبتك هنا عشان اقترح عليك اقتراح زي ده، بس برضه يا ريت تشيل ولادك من الصوره. يا شفيق، بس انا ما اقدرش اسيب الشركه لاي حد يعني. لا ينفع ولو بشكل مؤقت يا مراد، ده لو انت عايز تبقى وزير فعلا. طيب سيبني افكر. طبعا الاتفاق اللي عملناه مع الشركه الروسيه دي مكسب كبير قوي يا مختار. العقود اللي بيننا وبينهم بتقول ان احنا هننفذ المباني ونشطبها، وانا بفكر كمان ان احنا نستغل. مختار انت معايا؟ ايه انت مش هنا خالص. سوري انا سرحت، كملي. طب انا كنت عايزه اسالك حاجه كده. انا كنت عايزه اخد مراد ونسافر حته عشان يعني يغير جو. تفتكر يحب يروح فين مثلا؟ مكان فيه بحر ولا جرينري اكتر؟ بيتهيألي لو انتي هتسافري مع مراد مش هتفرق كتير انتوا هتروحوا فين، لانه طول ما هو معاكي هو مبسوط. مختار، انت شايف ان مراد كتير عليا؟ اكيد لا، بالعكس. من غير مجاملات قول، يعني مراد والشركات دي كلها والمال ده كله يحبني؟ ما اظنش الراجل عنده اختيار قوي في الموضوع ده. لا مش فاهم. اي حد يا داليا هيقرب منك هيتعلق بيكي قوي، وهيلاقي نفسه حواليكي، بس حتى لو يعرف 100 ست قبل كده هينساهم كلهم وهتفضل انتي بس. احنا كنا بنتكلم عن مراد صح؟ صح. صباح الخير يا مستر مراد. صباح الخير يا سعد، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا فندم. داليا فين؟ كانت في قسم التسويق دلوقتي يا فندم، كانت بتراجع بس العقود بتاعت الشركات الاجنبيه. طب خليها تجيلي لو سمحت. حاضر. سامح بليز افتح الماسنجر وي نيد تو توك. ودلوقتي. خير يا بابا. خير خير، مالك مخضوض كده؟ يعني ما ينفعش اطمن عليك ولا ايه؟ تحت امرك يا مراد باشا. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. والبنوته كويسه؟ كويسه الحمد لله يا بابا. بص، انا معروض عليا ان انا اكون وزير ومحتاج اتكلم معاك. وزير؟ وهتفرق معاك في ايه الحكايه دي؟ يا ابني انا محتاج اتكلم معاك، استشيرك اعمل ايه، خصوصا ان انا لازم اتنازل الشركه لواحد فيكم. بصراحه يا بابا انا مش فاضي وعندي شغل كتير هنا، مش هقدر انزل قبل 6 شهور على الاقل. 6 شهور؟ ايوه 6 شهور، مش اقل من كده، لا مستحيل. طيب خلاص، لا انت ولا اخوك فاضيين لي بقى، هعمل ايه؟ طب هتعمل ايه قول لي؟ مالكش دعوه باللي انا هعمله بقى، وسيادتك لما تبقى فاضي يبقى كلمني. يلا سلام. انت غريب يا ابني، غريب.
في ايه يا مراد؟ مالك متضايق ليه؟ ابني الكبير بقول له حابه وزير، بيقول لي دي هتفرق معاك في ايه؟ طب عشان خاطري اهدى، ما ينفعش كده، اعصابك مشدوده. اناني جدا سامح ده يا داليا. انت عارفه ان انا اديته اكتر من 4 مليون دولار عشان يفتح شركه، وفعلا فتح شركه وبقى بيزنس مان كبير. ودلوقتي لما احتاجه يقول لي اصل انا مش فاضي غير بعد 6 اشهر. طب هو الوزير شفيق مش قالك انه ما ينفعش تتنازل لاولادك؟ عايز منهم ايه؟ لازم يبقوا موجودين يا داليا. يعني انا لما اموت ما هي دي هتبقى شركتهم برضو. بعد الشر عليك. وبعدين انا موجوده اهو، خد رايي انا. ولا انا ما ينفعش يعني عشان انا سكرتيره صغيره في شركه سعادتك؟ والله انا ما كنتش عارف اعمل ايه لو ما كنتيش موجوده معايا يا داليا. كنت برضه هتبقى وزير وقدها وقدود كمان. ايه رايك في مختار؟ مين مختار؟ يعني انت بتثق فيه وبتحبه، تنزل له هو عن الشركه. انا فكرت في مختار فعلا، وفكرت في اختي ليلى كمان. لا 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 لا، اهي دي بقى اللي ما تنفعش. ليلى ايه؟ ولا مختار كمان ينفع. مختار ده طائع مجنون، يعني مش قد المسؤوليه. انا مربيه صدقيني. باين من هدومه. طب ايه الحل؟ المساله ان الوقت ازف. عارفه لو حكمت ان انا ابيع الشركه دي انا هبيعها. انا عارفه ان الموضوع صعب قوي بالنسبه لك، بس برضه انك تبقى وزير دي اهم. بس كمان ما ينفعش تتنازل عن الشركه كده وتضيع منك. هو انا شايفاك كده مشدود قوي اليومين دول، ومش عارفه اعمل لك ايه ولا اساعدك ازاي. انا عرفت، هو فنجان قهوه كده يعدل مزاجك عشان تعرف تفكر كويس. فكره كويسه جدا. مبروك يا فندم. هروح اسجله في المكتب يا مراد بيه، على اذنكم. رسميا بعد ساعة واحدة من دلوقتي هتبقي صاحبة أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط يا داليا هانم. هنا؟ لا ده على الورق بس. ومختار فين يا عبد الحميد؟ أنا بحاول أكلمه طول النهار مش بيرد عليا يعني. مش عارف يا فندم، حضرتك تؤمر بإيه؟ أنا عايزك تجيبه من تحت الأرض وتيجي أنت وهو 9 بالليل عندي في البيت. تحت أمرك يا فندم، بس أقول لمختار إيه السبب؟ أما تيجوا هتعرفوا. أمرك يا فندم، استأذن حضرتك. اتفضل. النهارده بالليل انت هتبقي حرم مراد الجرحي، وبعد كام يوم هتبقي حرم الوزير مراد الجرحي. ايه رايك؟ انا طبعا فرحانه قوي، مش مصدقه نفسي. اللي بتعمله ده جنان يا مراد. اللي بعمله ده اعقل حاجه عملتها في حياتي. أنا مع الوزير. ازيك يا شفيق؟ لا ده كويس. ايه؟ لا مبسوط شوية. بقول لك ايه يا شفيق؟ أنا كنت عايزك تعدي عليا في البيت الساعة 9 بالليل النهاردة. النهاردة. ايه؟ مفاجأة. أما تيجي بقى يا شفيق هتعرف. طيب. مع السلامة. مع السلامة. داليا تيجي نروح نتغدى بره؟ هات المفاتيح معاك بليز. يلا ليتس جو. طيب في ايه؟ اتفضلي. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحة مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. انا لازم افضل جنبك. انا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السوداء اللي انت عملتيها، انا
فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. انا عايزك تقف جنبي، بس ده مش معناه انه اي راجل تاني يدخل حياتي. انت مش عارف انا خايفه ازاي. حد يبقى عنده الشركة دي كل ده ويخاف؟ ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق انه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركه. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني؟ وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس ويضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليله مع ابويا. هي كانت ليله وكان جوزي، بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجه. انا كنت عامله نفسي قدامهم انه مش فارقه معايا وجامده ومش خايفه، بس انا كنت مرعوبه من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجة زي كده. أنا غلطت إن أنا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار أنا بجد مرعوبة. بص يا داليا، أنت بقيتي صاحبة شركة، ده أمر واقع. بس أنا عمري ما كنت أتخيل إن كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفة أتصرف ولا عارفة أعمل بالفلوس دي إيه. والشركة أنا فعلا مش عارفة أتصرف لوحدي يا مختار. أنا عايزاك تقف جنبي وتساندني. أنا فكرت أديك فلوس عشان الموضوع ده، بس لا ثانية واحدة، أنا فهمت إن أنت أكبر من الموضوع ده بكتير. عارفة يا داليا، أنا جيت النهاردة علشان أطلب منك إنك تتجوزيني. بس يظهر إن أنا معاكي ببقى دايما خطوة متأخر. الأول مراد، ودلوقتي مش عايزاني أقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك أنت، لا أنت ولا غيرك. ده أنا أول مرة أحس إن أنا ينفع أقول لأ، وديني بقولها. وأنا موافق. موافق؟ موافق على إيه؟ بكون تحت أمرك لغاية لما تغيري رأيك. ولو ما غيرتش رأيي هتغيري؟ بعدين بقى دي رابع نسخة من العقد، وبرضه وزارة الإسكان عاوزة تعديلات. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد، اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد، ما هي مدام داليا قافلة تليفونها ومختار ما بيردش عليا، أنا مش عارف أعمل إيه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين، وشيكات المرتبات متعطلة. طيب يا استاذ عبد الحميد، وبعدين؟ مش عارف. الله يرحمك يا مراد. ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع سنة كمان. ارجع. ماشي، ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي، مش عايز حد عينيكوا صاحيه. ايه الاخبار؟ سعاده الباشا كله تمام يا باشا. عملت زي ما حضرتك امرت، 2 في ظهر الفيلا من ورا غير ال3 اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضو في الطرف الرابع غير ال3 اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ يا باشا، هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش، هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز أأمن كل الشبابيك اللي في الدور الأرضي اللي هنا دي. تحت امرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا اكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكرة الكاميرات مش وحشة. متشكر. كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا، تحت امرك. باشا، هو في خطر على حياة مدام داليا؟
لا احنا بس شفنا حد في الجنينه افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا. تحت امرك يا باشا. ماشي. ارجع يا ابني، امن السوري يا ابني، ارجع عينك مفتاحه. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو؟ حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش. انا تعبتك معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجه، بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا وما تتحركيش، لو حصل اي حاجه تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه الصوت ده؟ مش هقعد رايحه فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست. مش هينفع خش جوه. احمد ايوه يا باشا. تعال نشوف ده مين. تعالى يا باشا جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبه لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام نايمه ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوه بتاع بولاق. ايه في ايه؟ يا باشا عايز اقابل الست ومش عايزين يدخلوني. انت مين وعايز ايه؟ يا باشا في مصيبه، اختها في المستشفى بين الحياه والموت ولازم تشوفها. والنبي يا مدام قولي العسليه ان انا عايز اقابل. ايه ده؟ دي عسليه؟ عسليه عايز اقول لك حاجه. عسليه سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب في ايه يا عطوه؟ علي قتل راشد وشوه وشه في تون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايزه اروح لها. مش هتروحي في حته دلوقتي خالص، لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعال تعال. حاضر يا باشا. انت قلت لي انت مين؟ انا عطوه الحلاق من بولاق، جارهم من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والامنا ما قبضوا عليها على السلم، وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر اتفضل يا باشا. نفهم بس. اتفضل يا باشا. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. انا مش فاهمه بتقولي ايه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا انا مش فاهمه بتتكلمي على ايه خالص. انا جايه لك برساله النهارده من هاني وسامح. عارفه انكم عملتوا لي جميله مش هنساها لكم عمري. انا النهارده خلصت من اكتر واحد بكرهه في حياتي، اسمه راشد. انا مش فاهمه بتتكلمي على ايه. مش مهم تفهمي. انا جاي النهارده اعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش نحطهم لك في حسابك في البنك ونسيب لك الفيلا دي كلها فوق. حلوين. بتوع ايه دول؟ مقابل الشركه. تصدقي ان انا فعلا كنت عايزه اتنازلكوا عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي. اما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر في انانيتك وشرك. لو انت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب بص اما اقولك، انا جه عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه من اللي بتلونوا دول. عارفه علمتني ايه؟ اساليني ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني، من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. ايوه يا سامح، انا لسه خارجه من عندها حالا. كل حاجه باظت. عرفت ان احنا اجرنا حد عشان يقتلها. طلع
تعرفه. معرفش، بقول لك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي احنا عملناه. لا 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 لا، انساني، ام اوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انتوا الاتنين قاعدين بره وسايبيني انا في وش المدفع. وبعدين في الاول في الاخر مش هاخد حاجه من اخويا الله يرحمه، ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها. اوكي؟ يلا باي. الو. الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتريه رسمته. بورتريه ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون ليه؟ بجد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابس حرامي؟ ايه ده؟ يا عم ايه الصوت اللي جنبك ده؟ اللي عني انا هخرج يعني هخرج. داليا، انت سامعاني؟ والنعمة رخ. هو انا امك يا سيدي؟ يا نهار اسود يا عسلية، الحقيني يا اختي. ثانية واحدة يا مختار، ثانية واحدة. في البيت. سيبها لو سمحت. مالك؟ يا حبيبتي النبي، انا عايزة اروح اقابل جوزي، عايزة اروح بولاد. طب معلش يا مختار، انا مضطرة اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامة. لا مؤاخذة يا اختي، ممكن تديني العباية السمراء القديمة بتاعتك وطرحتها؟ ما انت اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. انا بس عايزاها عشان اروح بيها بولاد بدل الزفت اللي انا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض انا وانتي وشاهين ونتعشى وبعدين هاخدك على بولاد. انا عايزة اروح اشوف علي، عايزة اروح بولاق اشوف جوزي. عارفه لو صوتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمه؟ يا فردوس، فردوس. ايوه مدام داليا، خير في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا تعالى نطلع اوضتنا. يلا تعالى. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزة يخاف مني يا اختي والله. والله العظيم انا بحبه قوي، بس انا بقى ما بحبش علي او النعمة، ما بحبوش ولا الزفت راشد بحبه، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسلية والله. انا عايزه اجيب وش تاني. يا اختي والنعمه، انا معايا فلوس اساسا، انا مسافه السكه، انا مش هتاخر عليكي خالص. انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. معلش افتن حقك عليا، ما تعيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش؟ ايوه، انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيلة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. تعملي فيا كده؟ ماشي عسلية، حاضر. انا اسفه يا فتون اني عرفت علي على مكان